السلام عليكم، تحية طيبة إلى جميع المتابعين. قبل أن نبدأ خبرنا لهذا اليوم، لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم جميع الأخبار المهمة والحصرية. لنبدأ على بركة الله خبرنا لهذا اليوم. طرح موقع المونيتير الأمريكي يوم الثلاثاء 3 أسباب تجعل رئيس الحكومة العراقي محمد شياع السوداني يضع محاربة الفساد على رأس أولوياته في بلد مهدد بالانهيار هياكله، متسائلا عما إذا كان سيحقق نجاحا في هذا الملف، مذكرا في الوقت نفسه بأن السوداني كان من معارضي لجنة الأمن الديواني رقم 29 لمكافحة الفساد التي أسسها سلفه في رئاسة الحكومة مصطفى الكاظمي. واستعاد التقرير الأمريكي التي تمت ترجمة بداية مقتطفات من الخطاب الأول للسوداني أمام البرلمان، والذي رفع في شعار مكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين، قائلا إن جائحة الفساد التي أصابت جوانب الحياة كافة أكثر خطورة من فيروس كورونا، وأنه يقف خلف العديد من المشكلات الاقتصادية ويضعف هيبة الدولة وتفاقم الفقر والبطالة، متوعدا بتطبيق سياسات حازمة بإجراء مكافحة الفساد المستشري. وسبق لوزير المالية السابق علي عبد الأمير علاوي أن أعلن أن أكثر من 250 مليار دولار جاء نهبها بين عامين 2003 و 2020 وأول خطوات مكافحة الفساد. ومع ذلك قال التقرير الأمريكي أن السوداني تحرك سريعا في اتخاذ إجراءات ضد الفساد، حيث أقال رئيس هيئة الاستثمار بغداد وسلم ملفه إلى هيئة النزاهة للتحقيق في مزاعم فساد، إلى جانب إعفاء مدير عام التحقيقات في هيئة النزاهة من مسؤولياته بسبب فشله في القيام بإجراءات كافية حول القضايا الضريبية وإحالته للقضاء لمحاسبته قانونيا. وذكر التقرير بأن حكومة الكاظمي كانت قد أعلنت في آب الماضي عن وجود شبهات بقضايا فساد كبيرة تصل إلى نحو 3 مليار دولار في وزارة المالية، مما أدى إلى إقالة مديرا عاما. بالإضافة إلى ذلك فإن السوداني في خطابه أمام البرلمان دعا إلى فتح ملف تهريب النفط وكشف عن المتورط جهة واحدة من دون الكشف عن التفاصيل. إلى جانب هذه الإجراءات فإن السوداني أعلن عن تشكيل لجنة خاصة لمكافحة الفساد من أجل دعم هيئة النزاهة. وبين التقرير أن هذه اللجنة تشبه لجنة الأمن الديواني رقم 29 المعروفة بلجنة أبو رغيف، والتي كان سلفي الكاظمي قد قام بتأسيسها، وكان السوداني وقتها من المعارضين لها. ولفت التقرير إلى أن الكاظمي قد شكل لجنة لمكافحة الفساد وفوق تفاهمات مع القضاء، وهي تمكنت من إنجاز بعض النتائج المرضية نسبيا، إلا أنه جاء حلها بدوافع سياسية وتحت غطاء قضائي. وتابع التقرير أن هذه الأوامر يثير تساؤلات حول نجاح المحاولات مستقبلا من أجل تشكيل لجان مشابهة بغرض مكافحة الفساد وتحذير أممي. وكانت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخات قالت مؤخرا أن الفساد هو التحدي الأكبر أمام العراق، وأنه يعرقل التطور والتنمية في البلاد، بينما كان علاوي وزير المالية السابق الذي استقال من منصبه في 16 آب الماضي وعاب عن صدمته في خطاب استقالته المطول من حجم التدهور خلال الأعوام 15 الماضية واستيلاء أصحاب المصالح على مقدرات الدولة. وبحسب الموقع الأمريكي فإن تصريح بلاسخات يعاكس مدى قلق مسؤولي البعثة الدبلوماسية في العراق من انهيار هيكل الدولة القائم، والذي أصبح هشا بدرجة كبيرة في ظل سلسلة من الفضائح طال السياسيين وكبار المسؤولين وولادة حاج إقليمي ودولي. بالنسبة إلى السوداني فقد أشار التقرير إلى أنه وضع قضايا الفساد في رأس لائحة أولوياته، وذلك لعدة أسباب. وحول السبب الأول المتمثل بمسعى رئيس الحكومة الجديد إلى الحفاظ على المساندة الدولية التي تلقاها بعد تشكيل حكومته. وذكر التقرير أن الحكومة الجديدة ولدت في ظل ظروف حرجة إقليميا ودوليا، وأن السودان يدرك أن ليس بمقدوره الحفاظ على الدعم الدولي ما لم يتعامل مع الفساد ويحاسب قضائيا السياسيين الأكثر فسادا.
أما حول السبب الثاني فقد أوضح التقرير أنه يتمثل بحاجة السوداني إلى أن يقدم نتائج ملموسة وسريعة من أجل كسب الشعب العراقي، وهو محتاج أيضا إلى بناء قاعدة شعبية قبل انتخابات المحافظات المقررة في العام المقبل، والانتخابات البرلمانية المفترضة بعد 3 سنوات أو ربما حتى قبل ذلك. وثالثا ذكر التقرير أن السودان يريد أن يطمئن السلطة الشيعية الأعلى في النجف والمتمثلة بالمرجع الديني السيد علي السيستاني إلى جانب زعيم التيار صدري مقتدى الصدر، مشيرا إلى أنهما التزما الصمت حتى الآن. إلا أن التقرير لفت إلى أن الحكومات العراقية المتعاقبة كافة إنها كانت تدعو إلى ضرورة محاربة الفساد، ابتداء من نور المالكي الذي حكم 8 سنوات من 2006 إلى 2014، إلى حيدر الإعبادي الذي حكم من 2014 إلى 2018، ثم عادل عبد المهدي الذي كان شكل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي عقد نحو 20 جلسة، لكن نتائج جهودها التي عرضت على القضاء كانت مبهمة، خاصة فيما يتعلق بمصير المتهمين من الوزراء والمحافظين ووكلاء الوزارات. وختم التقرير المونيتير بالقول أن في ظل هذه الظروف فإن السوداني يواجه العديد من التحديات الصعبة في حملته لمكافحة الفساد، لأن الفساد يخترق بعمق جميع منظومات الإدارة والبيروقراطية للحكومة العراقية من خلال شبكات المحسوبية والمحاصصة الحزبية. وإلى هنا ينتهي خبرنا إلى هذا اليوم. أشكر كل شخص تابعني إلى هذه اللحظة. دمتم في أمان الله وحفظه.